ازاي تغير حياتك في سنة 2025؟ في ناس كتير ممكن تفتكر ان العنوان ده كليشيه وملوش اي لازمه، اللي هو انا لما اغير حياتي يعني في سنه 2025 هيختلف عن تغيير حياتي مثلا في سنه 2014، وتبداوا تقولوا مثلا ان انا حاطه العنوان ده بس علشان اجذب الانتباه والناس تدخل تتفرج. بس في الحقيقه يا جماعه اسلوب حياتنا في سنه 2014 مختلف تماما عن اسلوب حياتنا دلوقتي. اسلوب حياتنا قبل اصلا الكورونا اللي هي سنه 2020 مختلف تماما عن اسلوب حياتنا دلوقتي، وبناء على كده هنبدأ ان احنا نشوف المفروض ان احنا نغير حياتنا ازاي علشان نرجع نكون اشخاص منجزين، وعلشان بجد الفترات الاخيرة حالات الاكتئاب زادت كتير، وكمان الامراض النفسية بدأت تزيد بشكل كبير. فايه المفروض ان احنا نعمله علشان نتجنب ان حياتنا تتدمر؟ ايه المفروض ان احنا نعمله علشان نحاول ننجز باكتر قدر ممكن؟ وده بناء على ان احنا هنشوف حياتنا اختلفت ازاي، فبناء على كده هنبدأ نغير حياتنا. فبلاش رغي كتير، يلا نبدأ الفيديو. اولا كده علاقاتنا بالسوشيال ميديا اختلفت بشكل كبير جدا في اخر 4 أو 5 سنين. في الاول كانت علاقتنا بالسوشيال ميديا عبارة عن ترفيه، لو احنا بنروح نخلص شغلنا بنخلص مذاكرتنا، ما كانش في بلاتفورمز كتيرة على للسوشيال ميديا، فكنا بنخلص مثلا حياتنا وكل حاجة تمام، وبعد كده نرجع نمسك مثلا الموبايل كده في اخر اليوم. كانت مثلا ما فيش حاجة اسمها ان احنا يكون اصلا اطفال معاهم موبايل، او ما كانش في حاجة اسمها ان يكون مراهقين حتى معاهم تليفونات. وكمان لو معانا تليفونات بنقدر ان احنا نستخدمها مثلا مرة في الاسبوع بيتسمح لنا بالموبايل. لكن دلوقتي مستحيل حد يكون عايش معانا كده على ارض الواقع مش معاه تليفون او 2، مستحيل يكون حد قاعد معانا ومش معاه مواقع تواصل اجتماعي تقريبا كلها. فالمشتتات بقت بشكل كبير جدا، يعني احنا مثلا نكون بنذاكر نسيب المذاكرة ونمسك الموبايل، نكون بنشتغل نسيب الشغل اللي في ايدينا ونمسك الموبايل. دايما الموبايل في ايدينا، دايما فاتحينه، بنشوف النوتيفيكيشنز وكمان بنشوف الفيديوهات. المحتوى السريع زاد بشكل كبير جدا الفترة الأخيرة، وكل ده بيزود عندنا المشتتات وبيزود عندنا الحالة النفسية انها تكون أسوأ. انتوا متخيلين يا جماعه ان احنا قد ايه وصلنا للامبالاه؟ لو انت ممكن تكون ماسك الموبايل وعمال تقلب في الريلز ويجي لك مثلا فيديو مأساوي، تلاقي بعد كده اللي هو تحزن وتتفاعل مع الفيديو ومش عارف ايه، وخلصنا تقلب تنزل في الفيديو اللي بعده تلاقي فيديو بيضحك تضحك. فاحنا حتى مشاعرنا اتدمرت. ما بقيناش يعني ناس سويه وناس عندها اصلا مشاعر. وتخيلوا يا جماعه بجد ان السوشيال ميديا بتأثر بشكل كبير جدا على عقلنا الباطن واحنا مش حاسين. خليني اقول لكم ازاي. في فيديو واحد ممكن يظهر لاكتر من شخص يشوف الفيديو بشكل معين وشخص تاني يشوف الفيديو بشكل مختلف تماما. يعني مثلا لو ظهر لك فيديو مثلا لواحد معاه عربية وقد ايه عايش حياة جميلة وبيسافر وبيخرج وبيحقق كل الحاجات اللي هو نفسه فيها، فهتلاقي واحد بص للفيديو بنظرة اللي هو انا كمان مفروض اشتغل على نفسي اكتر علشان اوصل لمرحلة ان انا اكون زي الشخص ده. وفي واحد تاني يقول لا، هو ليه الشخص ده عنده كل حاجة، انا ليه ما عنديش حاجة زي الشخص ده، انا ما عنديش حتى ربع اللي عند الشخص ده. وتبدأ تتأثر بقى نفسيا بشكل كبير جدا، ويجيلك حالة اكتئاب وتحس بالنقص وتحس انك ليه مش زي الناس اللي حواليك، وان ليه كل الناس اللي حواليك احسن منك وانت مش قادر تحصل اي حاجة. كل ده طبعا هيأثر عليك بشكل سلبي مع الوقت، تراكمات لفيديوهات كتير من السوشيال ميديا، كل ده هيأثر عليك بشكل سلبي. فلازم تكون انت شخص واعي جدا انت وبتتفرج على السوشيال ميديا، لازم تكون شخص عندك رضا، لازم تكون شخص عارف وفاهم ان احنا كلنا يا جماعة حياتنا فيها الكويس وفيها الوحش. مفيش واحد حياته كلها كويسة، حياته كلها بيحقق الحاجات اللي هو نفسه فيها. انتوا بجد يا جماعة ما تعرفوش هو الشخص ده مر بايه اصلا علشان يوصل للي هو وصل له ده، لو هو اصلا وصل له. يعني في ناس كتير جدا بتظهر على السوشيال ميديا كلها فيك، وكل الحاجات اللي بيعملوها فيك، وممكن اصلا كل الحاجات دي اعلانات، وكمان ممكن بياخدوا الحاجه دي وبعد كده يتصوروا بيها والله اعلم بعد كده بيعملوا فيها ايه. فاولا ممكن تكون حياه الشخص دي اصلا فيك ومش صح، او ممكن يكون الشخص ده تعب جدا 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 عشان يوصل اللي هو وصل له دلوقتي. فمفيش حد بيوصل لحاجه بالساهل، ومفيش حد حياته دايما فرحان. كلنا بني ادمين، كلنا عايشين في الدنيا، كلنا حياتنا فيها حاجات صعبه وفيها حاجات كويسه، وكلنا بنمر بحاجات صعبة. ولكن دايما اللي بيظهر على السوشيال ميديا هو الكويس، لان دايما الناس بتحب تتفرج على الكويس، لان هم بيكونوا هربانين اصلا من حياتهم علشان يتفرجوا على حاجة تفرحهم تبسطهم تحسسهم ان في امل. فاكيد مش حد هينزل حياته المأساوية على السوشيال ميديا. فلازم تكونوا عارفين يا جماعة ان بجد كلنا حياتنا فيها الوحش وفيها الكويس، وما ينفعش ان احنا نتأثر بأي فيديو على السوشيال ميديا مهما كان الفيديو ده. ولازم يكون عندنا وعي
بالافكار اللي بتدخل دماغنا علشان ما تاثرش علينا بشكل مش كويس. الحاجه اللي بعد كده بقى اللي المفروض تركزوا عليها بجد جدا هي انك دايما بتعاني انك مش عارف تنجز ودايما مشتت، وده بسبب ان الملهيات دلوقتي بقت كتير 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 كتير. زمان كان في هو بس اليوتيوب فيسبوك، خلصنا خلاص، يعني اللي هو احنا عايزين نرفع عن نفسنا. قبلها يعني الملهيات زمان كانت اقل بكتير بشكل ملحوظ، اللي هو انت مثلا زمان قوي ما كانش في حاجه غير التلفزيون، كان عليه قناتين. بعد كده بدانا نتطور، بقى عليه قنوات كتير، الناس بدات تستخدم التلفزيون بشكل اكبر. بعد كده دلوقتي غير التلفزيون بقى حديث، بقى في نت تتفرج على الحاجات اللي انت نفسك فيها، وكمان في موبايل، والموبايل عليه مواقع تواصل اجتماعي. كمان كان مواقع التواصل الاجتماعي قليله، يمكن كان اليوتيوب والفيسبوك بس. وبعد كده بدات تزيد مواقع التواصل الاجتماعي، بقى في يوتيوب وفيسبوك وتيك توك وانستجرام وسناب شات ولينكد ان ومواقع تواصل اجتماعيه كتير. فكل الحاجات دي بتاثر عليك بشكل سلبي وما بتخلكش اصلا انك قادر تنجز. اللي هو انت تخيل كده، انت بدات قلت هذاكر دلوقتي، بس جالك نوتيفيكيشن من الانستجرام، فتحت الانستجرام شفت النوتيفيكيشن جايه من مين، بدات انك ترد، بدات انك بعد كده تدخل تشوف الريلز شويه، بعد كده من الريلز لقيت ريلز بيوديك على الفيسبوك، ومن الفيسبوك دخلت على الفيسبوك لقيت حد بعت لك رساله على الواتساب، وبدات انك ترد على مش عارفه ايه. هتلاقي حرفيا انك نسيت اصلا كنت انت المفروض تبدا تعمل ايه. فالمفروض تبقى مدرك ده وتبدا تحاول انك تتخلص من ده، لان بجد حرفيا السوشيال ميديا والموبايل بقى ادمان. طب ازاي ان احنا نقدر نعمل كده؟ اول حاجه انك لازم تقلل الملهيات دي. بمعنى اول حاجه هنبدا ان احنا نقلل عدد مواقع التواصل الاجتماعي اللي موجوده عندنا. يفضل ان ما يكونش فيه غير 1 أو 2 بالكتير. لو مثلا بتسمع اخبار او بتسمع حاجه معينه مفيده بتستفاد منها دروس، تخلي الموقع اللي انت بتعمل بيه كده. اي موقع تاني ملوش لازمه امسحه على طول. لو انت مثلا بتعمل محتوى على السوشيال ميديا، انا مش هينفع امسح الحاجات دي، يبقى تخلي البلاتفورمز اللي انت بتعمل عليها محتوى. لكن اي موقع تاني ما بتعملش عليه محتوى فالاحسن انك تمسحه، وهكذا. يعني اي بني ادم بيتفرج على الفيديو ده امسح اي موقع تواصل اجتماعي ممكن يكون بيشتتك بشكل كبير وما بتاخدش منه اي استفادة، على طول امسحوه. والحاجة التانية بقى اللي ممكن برضو تعملوها هو ان في مواقع التواصل الاجتماعية دي اللي انتم منزلينها على الموبايل، هتبداوا انكم تعملوا decluttering للفولوينج ليست. بمعنى انكم مثلا هتشوفوا انتوا عاملين مين فولو، هتبداوا بقى تمشوا كده تمام وتعملوا unfollow لاي شخص بيحسسك بنقص، لاي شخص ما بيعملش اي حاجة في حياته غير ان هو بيعرض حياته على الفاضي، لأي شخص بيعمل محتوى تافه ملوش أي لازمة، لأي شخص بيحسسك انك عايز تشتري كتير. لما بتدخل عنده بتدخل عنده الصفحة كده تقول انا ايه ده انا مفيش خالص حاجة في حياتي، انا المفروض اشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا. كل دول اعملوا unfollow ليهم على طول. وخلوا بقى عندكم الناس اللي بتحسسكم بتفاؤل، بتحسسكم بأمل، بتخليكم تقوموا تعملوا حاجة، تخشوا كده الاكاونت بتاعهم بتحسوا بهدوء نفسي، ما بتحسوش بتكلف، ما بتحسوش انكم مش عايشين، ما بتحسوش، لا بتحسوا انكم انا داخل صفحة علشان ارتاح نفسيا. اعملوا فولو للناس دي، واي حد تاني اعملوا انفولو على طول. وبالمناسبة الاكاونت بتاعي على الانستجرام هيكون تحت في الديسكريبشن بوكس لاي حد عايز يعمل لي فولو. بجد الاكاونت بتاعي هيعجبكم جدا ان شاء الله. يعني الحاجة اللي بعد كده بقى اللي عايزة اكلمكم فيها ان الفترة الاخيرة العلاقات اللي على السوشيال ميديا بدأت تزيد بشكل كبير جدا، ايا كان بقى نوع العلاقة دي اللي احنا داخلين فيها. بس حرفيا انت لو دخلت علاقة مع حد على السوشيال ميديا فانت حرفيا كده بتدمر نفسك، وخصوصا لو العلاقة دي ما نزلتش لأرض الواقع. على فكرة يا جماعة، اي حد على السوشيال ميديا ممكن يبين ان هو شخص قد ايه ملاك وشخص ما فيش منه وشخص انجازاته كتير وما عندوش ولا غلطة، بس اول ما تتعامل معاه تحس ان هو مختلف عن كده تماما. اي حد ممكن يفيك اي حاجه على السوشيال ميديا. ممكن افيك ان انا شخص غني ومعايا فلوس كتير وده اصلا مش موجود. ممكن افيك ان انا شخص مثقف وعندي معلومات كتير وانا اصلا مش كده. ممكن افيك ان انا شخص متدين وانا اصلا مش كده. وغير كده كمان انت لما بتتواصل مع حد على السوشيال ميديا حرفيا ما بيكونش فيه اي مشاعر او اي حاجه واضحه. انت مثلا يعني كل اللي انت بتعمله انك بتبعت كلام وبتحط في اخر الكلام ايموجي. الايموجي ده مش بيعبر عن اي حاجه على فكره. لازم عشان تعرف مشاعر الشخص اللي قدامك اذا كان هو صادق ولا مش صادق لازم يكون في تقابل فيس تو فيس، لازم نتقابل فيس تو فيس. مفيش حاجه اسمها ان انا
بدات اكون مشاعر او بدات ان انا اكون صداقات من على السوشيال ميديا مع اشخاص اصلا ممكن يكونوا وهميين مش موجودين. وطبعا دلوقتي الاي اي بدا يزيد بشكل كبير جدا، وحرفيا هتبقى انت بتتكلم ممكن مع بني ادم وما يطلعش بني ادم، ممكن يطلع روبوت. فبلاش بلاش بلاش العلاقات مع السوشيال ميديا لانها مؤذيه جدا. بجد يا جماعه علاقاتنا على السوشيال ميديا بتبني توقعات عاليه قوي 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 على البني ادمين، اعلى مما احنا نتصور. وممكن اصلا لو بداتوا انكم تنزلوا العلاقه دي على ارض الواقع تحسوا ايه ده، لا مستحيل، هو ازاي كده. فدايما لازم ما تثقوش خالص في العلاقات اللي من على السوشيال ميديا بدون ما تحولوها على طول لعلاقات واقعيه. ما عرفتوش تعملوا كده فبلاش منها احسن. الحاجه اللي بعد كده اللي عايزه اكلمكم عنها go and get a life. ناس كتير جدا دلوقتي بعد ما ظهرت السوشيال ميديا حياتها عباره عن ايه؟ قوقعه. انا هتقوقع في السرير، تمام، همسك حياتي كلها انا ماسك الموبايل، بلعب بقى العاب معينه ولا بفتح مواقع التواصل الاجتماعي، علاقاتي كلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلم فلان واكلم علان. بس في الحياه الواقعيه انا ما اعرفش اتكلم، انا ما بعرفش اصلا اطلع كلمتين صح على بعض. انتوا متخيلين؟ فلازم تبدا تروح تشوف لك حياه. مفيش حاجه اسمها ان انا دايما ماسك السوشيال ميديا، لازم تبدا تنزل، تبدا تتعامل مع الناس في ارض الواقع، تبدا انك تحاول تحسن من شخصيتك الاجتماعيه على قد ما تقدر. دايما تنزل انشطه معينه مثلا ليها علاقه بحاجات معينه، اعمال تطوعيه، تنزل تتعامل مع الناس، تنزل الجيم، اي حاجه. المهم انك تتعامل مع الناس. لكن انك تفضل متقوقع في الاوضه حتى ما بتطلعش تتعامل مع اهلك غير مثلا للضروره، حرفيا اي بني ادم بيعمل كده فهو هيكون زيرو اجتماعيا، ما بيعرفش يتعامل مع اي حد اجتماعيا. ودي مشكله كبيره بجد. فبجد حالات التوحد زادت بشكل كبير جدا، حالات الاكتئاب زادت بشكل كبير جدا. كل ده بسبب السوشيال ميديا وبسبب ان احنا ما عندناش حياتنا كلها على السوشيال ميديا. فبجد يا جماعه انا عامله الفيديو ده زي جرس انذار لكل الناس ان ممكن حد يكون بيسمع الفيديو ده دلوقتي وبيعمل حاجه او حاجتين من الحاجات اللي انا بقول عليها. فلازم تاخد بالك كويس جدا جدا جدا، علشان كل ده بيبدا يتراكم 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 لحد ما يعمل مشكله كبيره. لازم ناخد بالنا من كده، ولازم نبدا ان احنا نحسن حياتنا من دلوقتي. لان بجد مواقع التواصل الاجتماعي بوظتنا بشكل كبير جدا، خلت البني ادمين عباره عن ارقام، المشاعر عباره عن ايموجي، الاهتمام عباره عن لايك، تطمن الناس عليك عن طريق الستوري، التقدير عباره عن ريبوست، انك لما تحب حد بتبعت له ريلز. فكل الحاجات دي بجد احنا ليه خلينا العلاقات مع البشر محدوده بالشكل ده، خاليه من المشاعر بالشكل ده. بس كده تقريبا هو ده فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم وطلعتوا منه باي معلومه، حتى لو المعلومه دي كانت بسيطه او لفت انتباهكم لحاجه انتوا ممكن كنتوا بتعملوها وانتوا مش واخدين بالكم. يا ريت بقى تعملوا لي فولو على قناه اليوتيوب، يعني ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه هتفيدكم جدا. وكمان يا ريت تشيروا الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه. وكمان اعملوا لي فولو على الانستجرام، هتلاقوا اللينك موجود تحت في الديسكربشن بوكس. ويا ريت كمان لايك للفيديو ده، بجد هي حاجه بسيطه انتوا بتعملوها ولكن بتشجعني انا بشكل كبير جدا ان انا اكمل واعمل فيديوز اكتر. وبس كده، مش عايزه اطول عليكم، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.